يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم في الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة جديدة وحلوة جدا جدا، ومن الوصفات بجد اللي انا بحبها قوي ودايما بقوله هي المعجنات. النهاردة هنعمل مع بعض الكحك الناشف او الكحك المدور او البقسماط الصغير. هنعمله النهاردة مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وعايزة اقولك ربنا يبارك، تحفة جدا جدا وناعم. مفيش حد فينا ما بيحبش الحاجات دي. عايزة اقولك بأمانة الكيلو في الأفران عدى 200 جنيه وشوية. الكيلو من البقسماط والحاجات دي عدى 200 جنيه وشوية، سواء بقى فايش او معجنات او حاجات من اللي احنا بنحبها كلها دي ناشفة. تمنها في الأفران عدى 200 وشوية. طب ايه ما رأيك بقى ان احنا النهاردة هنعمله مع بعض النهاردة بشوية مية وشوية زيت، وهيطلع أحلى وأطعم من بتاع الأفران، وهنضيف عليه شوية حاجات سهلة خالص وبسيطة. لو موجودة عندك خير وبركة، مش موجودة برضه هيطلع معاكي زي الفل، مقرمش وخفيف. ومن كيلو دقيق بس هنملى البيت. يلا نشوف مع بعضنا مكوناتنا وطريقة التحضير السريعة جدا وحلوة وسهلة وبسيطة النهاردة. اول حاجه هبدا بيها وهي معايا زي ما قلت لكم، معايا كيلو من الدقيق. عايزه اقول لك ربنا يبارك الكميه اللي انت شفتيها، وكمان كان لسه في الفرن تاني. وكنا يعني كان ما شاء الله، يعني كنا بناكل منه كده من كتر ما هو مقرمش وزي العسل. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده هعمل كيلو دقيق زي ما قلت لكم. لو انت عايزه تعملي نص مفيش مشكله. تعالي نشوف مع بعض الاضافات اللي هنضيفها على كيلو من الدقيق. هضيف عندي 3 معالق سمسم، معلقتين سكر، نص معلقة صغيرة من الشمر واليانسون، وكمان نص معلقة من المحلب. هيديكي طعم رهيب، طعم رهيب، وانت بتاكليه كده احلى واطعم من بره. وما ننساش طبعا شوية ملح كده صغيرين على العجينة بتاعتنا. معلقتين السكر هيظبطوا معاكي التيست جدا جدا بتاعه. وهضيف عندي كيس من الخميرة الفورية او معلقة مليانة لو عندك خميرة سايبة. عايزة اقولك بأمانة حلو جدا جدا. وهنا عندنا كوباية الا ربع من الزيت البارد، مش لازم نسخنها، عادي خالص يعني. هنقلب كل المكونات بتاعتنا. وانا كان لازم احط طبق اكبر شوية، عشان اللي بيقول لي هو ده كله كيلو دقيق، طبعا ربنا يبارك اهو قدامكم. ده كله من كيلو دقيق. المخبوزات دي او المعجنات او القراقيش دي، مفيش حد فينا ما بيحبهاش. الصبح كده مع كوباية شاي، بعد الظهر عشاء خفيف، كوباية لبن للأولاد في الصبح المدارس، كلنا مفيش حد فينا ما بيحبهاش. بدأت ان انا اقلب الزيت مع الدقيق مع كل الخليط بتاعي في بعضيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وضفت عندي كوباية من المية وهبدأ أعجن. للأمانة هقول لكم أخد معايا مية قد إيه. بس ناخد بالنا إنه الأنواع صراحة الدقيق المكيسة مش بتبقى زي السايب، عن تجربة، لأن أنا من زمان جدا جدا بشتغل بالدقيق السايب، بيقبل مية أكتر عن المكيس. الدقيق المكيس بياخد مية أقل شوية من الدقيق السايب. لحد دلوقتي أنا ضفت عندي كده كوبايتين من المية، وهشوف هياخد عندي مية تاني قد ايه، لان دلوقتي الجو شتا شوية مش زي الاول. طيب لو انت حابة اضيف اضافات للعجينة بتاعتي، عادي ممكن تحطي شوية لبن بودرة او لبن عادي، بس انا قلت استسهل عليكم ونحط مع بعضينا ايه مية خالص. ابسط منها مفيش منها في الحنفية، وربنا يديمها علينا يا رب. المية بتاعت الحنفية ربنا يديمها علينا يا رب. بعد كده حطيت عندي نص كوباية مية تانية، وهبدأ اخد منها شوية شوية وهعجن. للأمانة العجينة بتاعتي اخدت عندي 3 كوبايات الا ربع من المية، يعني بيفرق عندي ربع كوباية عن الدقيق التاني. طبعا ربع كوباية المية تفرق معاكي جدا، والا العجينة هتطرى منك. بعد كده باخدها عندي على الرخامة وهنزل فيها عجن زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا يا ايمن لو ما عنديش محلب مش مشكلة، مفيش اي مشكلة. ممكن تضيفي شوية آه، آه، تحطي كيس فانيليا صغير، هيديكي برضو ريحة حلوة. لو ما عندكيش شمر وينسون برضو مفيش اي مشكلة خالص، خليكي على معلقتين السكر اللي احنا حطيناهم و3 معالق سمسم. وحتى لو ما عندكيش برضو سمسم مفيش اي مشكلة برضو خالص، اللي موجود عندك في بيتك اعمليه. ولو عايزة تعملي نص كيلو من الدقيق بس اعملي. انا حبيت ان انا اعمل كيلو عشان انا بحب المعجنات او البقسماط ده حلو جدا، بحب اعشقه بصراحة. ممكن نزود مع الزيت، نحط معلقة سمنة تديكي نعومة اكتر، والزيت هيديكي القرمشه بتاعت العجينه. بدات اعجنها بالشكل ده. هي ما بتاخدش معايا عجن كتير قوي، يعني مثلا حوالي 6 7 دقايق
بعجنها بايدي عجنه حلوه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، عجنه حلوه. كل ما تعجنيها حلو تخدميها حلو تاخدي منها نتيجه احلى ان شاء الله. وزي ما قلت لكم لو حابه تضيفي لبن بودره او كوبايه لبن عادي مفيش اي مشكله، اللي عندك ضيفيه مفيش مشاكل. ومش هخمرها، انا هريحها شويه في في الطبق. يعني زي ما قلت لكم انا مش هخمر، بس هريحها شويه عشان انا مش عايزاها تخمر قوي اثناء التشكيل، هخمرها بعد في الصواني. خلاص بعد كده انا حاولت ان انا اخد منها حته واشتغل، لقيتها لسه بتشد معايا شويه، فقلت هسيبها. باخد منها حته بالشكل ده. زي ما قلت لكم انا مش هخمر، انا لو خمرت هسيب الطبق يتملي على الاخر. الصواني بتاعتنا بتبقى مش مدهونه، ممسوحه مسحه خفيفه جدا من السمنه او الزيت او اي حاجه عندك، مفيش مشكله. بصوا بقى انا باخد حته صغيره وابدا انا ارفعها بالشكل ده، برفعها خالص، وبعد كده باخدها ببرمها واقفلها كده، اهو زي ما انتوا شايفين. تعمليها دايره عاديه خالص، ما فيهاش اي افتكاسات يعني، دايره عاديه كده. وبحطها في قلب الصينيه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. باخد حته حته واخد بالي ان انا اغطي العجينه عشان لو سبتها وشها هينشف وهتبقى مش لذيذه. بغطي بقى بكيس بلاستيك أو اي حاجه عندك زي ما انتوا شايفين. بص اهو بعملها زي حبل رفيع، ولما بتسيبيها تريح العجينه ما بتتقطعش معاك، تبقى حلوه وتعرفي تشكليها زي ما انت عايزه. اهو بنعملها دواير ما فيهاش اي مشكله عادي خالص يعني. بصراحة العجينة تحفة يا جماعة، تحفة تحفة، وريحتها فظيعة، وكانت ربنا يبارك وطالعة من الفرن كده ايه، مقرمشة وحديها، من غير بقى ما تولعي لها شواية او تولعي لها حاجة، كانت زي العسل. اهو بصي، احاول ان انا يعني حاولت بقدر الامكان انك تعملي الدواير بتاعتها قد بعضيها، علشان ما تبقاش واحدة مستوية قوي وما تبقاش واحدة نية معاكي. يعني حاولي على قد ما تقدري تعملي الدواير قد بعضيها. عايزة تعمليها أتخن شوية مفيش مشكلة، بس نصيحة بلاش تعمليها تخينة، علشان دي لسه هتخمر وهتدخل الفرن، واحنا اصلا القصد منها ان هي تبقى معجنات مقرمشة او كحك ناشف، ما تبقاش طرية قلبها طري من جوه، تبقى مش لذيذة معاك. بصوا اهو شايفين العجينة ربنا يبارك حلوة ازاي، ما بتتقطعش وتتشكل بسهولة خالص. تعملي زي حبل رفيع زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبحطهم على الصينية كده جنب بعض، ما تلزقيش في بعض قوي علشان ده لسه هيتخمروا وهيخشوا الفرن ان شاء الله. هنشوف مع بعض بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا كده، طبعا الكيلو ربنا يبارك طلع كمية كبيرة وطلع صواني كتيرة، يعني لو عايزة تجربي نص جربي، لو عندك صواني كتيرة اعملي كيلو، ما هو ما بيجرالوش حاجة حتى لو عملتيهم على صينيتين او ثلاثة، بس مفيش مشكلة. انا عندي صواني كتير، شكلت على صواني كتيرة علشان بس هو الفكرة ان هو يخمر، فعشان كده بقولك يا تعملي نص يا تعملي يكون عندك صواني كتير عشان تعرفي تشكلي الكحك ده. المحلب مديله ريحة فظيعة فظيعة، الشمر واليانسون برضو. انا هنا كده عملت عندي اول صينيتين، وطبعا يعني هما على ما خلصت كده صينيتين كمان، دول الاتنين الاولانيين. هروح اولع الفرن درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، قبلها بشوية لازم نسخن الفرن حلو جدا جدا، وبنحطهم على 180. ما ينفعش ننزلهم تحت قوي عشان احنا عايزينهم يستووا بالراحة، وصدقوني بأمانة ما بياخدوش ربع ساعة في الفرن بيطلعوا بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه معايا ده. حاجة ربنا يبارك، عسل عسل عسل. عايزة اقول لكم بأمانة الله الصينية اتملت، دايب جدا وخفيف جدا وهش جدا، وكمان لسه كان فيه في الفرن تاني، وكنا ربنا يبارك بناكل منهم كده لما بيطلعوا من كتر ما هو ناعم ودايب وخفيف جدا جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنخلص كل الكمية بتاعتنا وبعدين نرجع مع بعض تاني. ربنا يبارك، حاجة كده عسل، طعمه رهيب. اتمنى منكم كلكم تجربوهم، حتى لو نص كيلو بس هيطلع معاكي عسل، وعن تجربة فظيعة. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم. وشايفين ربنا يبارك الكيلو طلع معايا 2 كيلو الا ربع، ربنا يبارك. شوفي سعره قد ايه بره في الافران، طبعا بيزيد. ربنا يبارك، اشوفكم على خير وصفة جديدة وفيديو جديد. باي باي.